بيبدأ الفيلم بامرأة اسمها سانجوان، حياتها مثالية وعندها كل حاجة محتاجاها. سانجوان مش بس جميلة، لكن عندها شخصية رائعة وبتحط مكياج فخمة علشان تحافظ على نمط حياتها الراقي. سانجوان بتشتغل في مجال خاص مرتبط بالزواج، لكنها مش مستشارة، هي بتدير خدمة بتتظاهر فيها انها زوجة. بتقدم الخدمة دي للرجالة العزاب اللي محتاجين شريكة وهمية، وقبل ما تقبل اي عميل سانجوان بتختار المرشحين بعناية واللي بيتوافقوا مع معاييرها. العميل اللي سانجوان بتختاره لازم يكون من الطبقة العليا وعنده تعليم كويس، وبعد ما ينجحوا في اختياراتها سانجوان بتتكلم معاهم عن الخدمات اللي بيحتاجوها. في مرة من المرات سانجوان ساعدت راجل كان محتاج شريكة وهمية لحضور لم شمل المدرسة. هي شاطرة جدا في شغلها ودايما بتبذل قصارى جهدها علشان تساعد عملائها. شاطرة في التمثيل وبتبهر عملائها بخدماتها. وبجانب مرافقة الرجال العزاب للحفلات، سانجوان بتتعامل مع حالات أكتر تعقيد. عملائها مش بس من كوريا لكن كمان من دول تانية وبما فيهم العرب. في شغلها سانجوان مش بس بتتظاهر إنها موعد، لكن كمان عملت زواجات وهمية. من خلال خدماتها ساعدت ناس كتير في مشاكل العمل والزواج. بالرغم من إنها غالبا بتحصل على عملاء من دوائر الطبقة العليا، سانجوان كمان ساعدت ناس عادية. واحد منهم كان شاب اسمه جوانج نام، الابن الوحيد في عيلة بسيطة. جوانج نام كان دايما نشط في أنشطة المدرسة زي التايكواندو، لكنه كان مخفي إنه بيميل لنفس الجنس وما قدرش يقول لعيلته. وعلشان يتجنب غضب عيلته طلب من سانجوان إنها تساعده في زواج وهمي. ولما حست بالشفقة عليه سانجوان وافقت تساعده وبقوا أصدقاء كويسين ودلوقتي عايشين مع بعض. بجانب جوانج نوم، سانجوان عندها عميل دائم اسمه جي هو. جي هو راجل وسيم وناجح، وكان في زواج بالعقد معاها لمدة 5 سنين. بيتقابلوا 3 مرات في الأسبوع، يوم الاثنين والأربعاء والجمعة. عادة بيتعشوا مع بعض وجي هو اللي بيطبخ الأكل. بالرغم انهم بيمثلوا انهم متزوجين، لكن عمرهم ما لمسوا بعض ولا كانش بينهم اي علاقة. مقابلاتهم كانت مميزة علشان لما كانت سانجوان بتاخد الطلاق التاني عشر، جي هو فجأة عرض عليها الزواج. وعلى عكس باقي عملائها، جي هو ما كانش عنده سبب واضح لاستخدام خدماتها، لكن اتفقوا يتقابلوا في ايام محددة من غير ما يكشفوا هويتهم الشخصية لبعض. جي هو كان راجل وسيم وشخصيته هادية، بالرغم من انه عنده حياة مثالية لكنه كان منغلق ومنطوي. في يوم سانجوان أدركت انها بقت عندها 30 سنة وقررت انها تتقاعد من شغلها وعايزة تنهي كل حاجة وتعيش كأنها نفسها الحقيقية. ودلوقتي سانجوان عندها عاملين بس قبل ما تتقاعد وتحتفل مع جوان جوم. في الوقت ده ممثل وسيم اسمه هي جين كان عنده مشاكل أثناء التصوير لأن زميلته في التمثيل يومي ضربته على وشه. وفي الوقت ده يومي كانت زعلانة علشان حست إن هاي جين كان بيلعب بمشاعرها، واتضح إن هاي جي متورط في مواعدة مع يومي لكنه لسه عنده مشاعر لحبه الأول، امرأة قابلها في عشاء عائلي من سنين، وهو بيعتبر المرأة دي رائعة وجذابة وبيأمل إنه يقابلها تاني. في اليوم التالي سانجوان بتقابل امرأة اسمها ميهو واللي اعتنت بيها أثناء طفولتها، ومع ذلك هي فاكرة ان ميهو شخص كئيب. علاقتهم مش واضحة، لكن ميهو دايما بتاخد فلوس من سانجوان كتعويض عن حاجة حصلت في الماضي. وبعد قصة طويلة سانجوان احتفلت بتقاعدها مع جوان جوم في مطعم، وعلى طاولة تانية هي جين كان بيشرب مع مساعده. هي جي هو واحد من مجموعة جانج جن اللي متورطة في فضيحة، وفجأة جوانج نوم دخل في شجار مع مساعد هي جي علشان صور هي جي بدون إذن واتهموه بأنه مهووس. ولحسن الحظ المشكلة اتحلت بسرعة. في زقاق مظلم راجل غامض كان بيتبع امرأة بنوايا سيئة، ولحسن الحظ قدرت تدخل بيتها وتنقذ نفسها، وجيهو كان بيتابع الموقف. في اليوم التالي جيهو اللي كان راجع من طبيبه النفسي سمع خبر عن امرأة اتقتلت على ايد شخص غامض، وده خلى جيهو يقلق. قبل كده كان بيراقب المرأة دي لحد اليوم اللي قبل ما تتقتل. وبعدين عقد سانجوان وجيهو كان قرب ينتهي، لكنها فضلت تقابل جيهو في شقته. في الوقت ده جيهو كان بيطبخ وجبات عشاء
وكان ملتزم بخطته الأصلية. الليلة دي سانجوان كانت عايزة تطلب من جيهو إنهاء علاقتهم، ومع ذلك ما قدرتش تجمع الشجاعة، وبدل كده اتكلمت عن الأكل اللي جيهو طبخه. سانجوان كمان افتكرت لما قالت لجوان جنوم إنها بدأت تحب زوجها الوهمي جيهو، وبعد حديث طويل مع جوان جنوم سانجوان قررت إنها لازم تنهي علاقتها مع جيهو، بالرغم من إنها بدأت تحس بمشاعر نحوه، وهي أدركت إن العيش مع بعض لمدة 5 سنين كان غلط ولازم تعبر عن مشاعرها. لما سانجوان حاولت تبدأ الحوار جيهو فاجئها بطلبه إنهم يبدأوا إجراءات الطلاق بالأول. سانجوان كانت مصدومة إن جيهو جاب الموضوع الأول، تجمدت في مكانها لكنها وافقت في النهاية. المشهد بعد كده بيظهر ميهو وهي بتفتكر ماضي سانجوان، هويتها بدأت تتكشف واتضح إنها مرتبطة بعيلة مجموعة ENE، عيلة قوية جدا في كوريا الجنوبية. ومن ناحية تانية ميهو بتعيش في مكان صغير لكن عندها حاجات غالية جدا، وكمان عندها فلوس كتير في بنوك كورية مختلفة. بالرغم من إن ميهو ما عندهاش شغل لكن عمرها ما بتنقص من الفلوس، ده لأن كل شهر بتاخد دعم مالي من سانجوان ورئيس مجموعة ENE. مش واضح إزاي ميو مرتبطة بصاحب مجموعة ENE، لكن كان في شائعات إنها عشيقة الرئيس وبتحب تبتز الناس. في الوقت ده جيهو كان بيتعامل مع مشكلة معقدة، شخص بيدعي إنه قريب من عيلته بيحاول يبتزه بشائعات مش واضحة. واليوم التالي سانجوان راحت بيت جيهو وهي حاسة بالشك. كان المفروض تكون مبسوطة بموضوع الطلاق لكنها بدل كده حاسة بالشك. في الأسانسير قابلت جيهو وهيجي اللي كانوا نازلين يستلموا طرد في اللوبي. هيجي فورا عرف سانجوان إنها جيمي، امرأة قابلها في عشاء مجموعة ENA من سنين. لما حاول يقول لها مرحبا كان محبط لما اكتشف إن سانجوان متجوزة من جاره الجديد جيهو. في الوقت ده هيجي كان لسه منتقل لنفس شقة جيهو، وبعد فترة قصيرة كل واحد منهم راح لحاله، وجيهو ساعد يوصل الطرد لبيت هيجي. وهناك هيجي اللي لسه عنده فضول عن زواج سانجوان سأل جيهو لو كانت سانجوان هي بنت صاحب مجموعة ENA. هيجي كان مقتنع إنها بنت واحد من أحسن أصحاب الشركات في كوريا واللي عايشة في الخارج حاليا، ومع ذلك جيهو احتفظ بسرية هوية سانجوان، ففضول هايجي ملوش إجابة. القصة الطويلة هايجي افتكر أول مرة قابل فيها جيمي واللي كانت في الواقع سانجوان. هو لسه فاكر عيونها السحرة واللي خلته يقع في حبها، لكن دلوقتي هايجي مشوش علشان سانجوان في كوريا ومتجوزة بالرغم من إنها ما كانتش عايزة تتجوز قبل كده. في محاولة لتشتيت نفسه هيجي بيبدأ يفرز هدومه علشان يرميها. للمرة التانية هيجي بيقابل سانجوان لما كان بيخرج هدومه. في الوقت ده سانجوان رجع من بيت جيهو لكن ما كانتش لابسة خاتم زواجها بالرغم من انها كانت متأخرة بالليل. في الوقت ده ميهو بتبان انها عايزة تأذي نفسها لكن خطتها بتفشل علشان في حد جاي يشوفها. الشخص ده هو سون جين، اخ هيجي الاكبر والوريث المحتمل لمجموعة جانج جين. وقبل كده ميهو قابلت سون جين في عشاء كان سانجوان موجودة فيه، اتكلموا عن اعمال مرتبطة ببيع وشراء الاراضي. وفي المساء هيجي بيسمع اخبار عن قتل امرأة على ايد شخص غامض، وبينما هيجي كان منتبه للاخبار سمع صوت غريب خارج بيته. بدافع الفضول هيجي راح يدور على مصدر الصوت اللي جاي من السلالم الخارجية. لدهشته شاف جيهو ماسك سكينة وبيتصرف كأنه بيطعن حد. هيجي بيترعب وبيوقع تليفونه وده بيلفت انتباه جيهو ان في حد بيتفرج عليه. جيهو ساب المكان وهايجي فضل مرتعش من الخوف. رغم كده فضول هايجي دفعه انه ينزل يشوف جيهو كان بيعمل ايه بالضبط. هايجي شاف صور كتير لنفس الضحايا اللي شافهم في الاخبار، واليوم التالي هايجي حكى لمساعده عن اللي شافه، لكن لما حاول يوريه اثبات ان جيهو مريض نفسي الصور اللي على السلالم كانت اختفت. في الوقت ده جيهو اللي كان مشبوه انه مريض نفسي كان باله مرتاح، اشترى اكل سريع كتير لعشائه مع سانجوان علشان ما تطبخش وتعمل فوضى في المطبخ. جيهو فكر في اول مرة قابل بيها سانجوان وادرك انهم مروا بحاجات كتير خلال ال5 سنين اللي فاتوا، وقرر انه ينهي كل حاجة. من ناحية تانية هايجي فكر يبلغ الشرطة عن جيهو لكنه قرر يحذر سانجوان اللي كانت في طريقها لبيت جيهو.
سانجوان تجاهلت تحذير هايجي ودخلت شقة جيهو. رغم كده سانجوان كانت متضايقة من اللي قاله هايجي وحاولت تتأكد من جيهو. للأسف جيهو ما أعطاهاش إجابات علشان ما كانش عاوز حد يعرف عن حياته. جيهو وعد إنه يوضح الأمور لهايجي علشان يزيل أي سوء فهم. وبعد كده هايجي شاف سانجوان خارجة من منزل جيهو مرة تانية. باختصار سانجوان رجعت لبيت جيهو لعشائهم الأخير قبل ما ينفصلوا كزوج وزوجة. في الأسانسير هايجي واجه سانجوان مرة تانية مصمم إن جيهو عنده طبع غريب. هايجي حتى تابع سانجوان لحد باب شقة جيهو وحاول يقنعها، ولما جيهو سمع الضوضاء خرج وطلب من سانجوان تدخل بسرعة، وهناك ناداها بحنان وخلاها تبان كأنها زوجته الحقيقية. وأخيرا هوية جيهو الحقيقية اتكشفت. جيهو مدعي عام بيتعامل مع قضايا الطلاق. قبل زواجه بالعقد من سانجوان كان جيهو متزوج، لكن زواجه انتهى بالطلاق. جيهو اللي كان معتاد على التعامل مع نزاعات الطلاق كان شايفها مملة علشان كتير شاف أزواج ما بيعترفوش بأخطائهم بما فيهم زوجته السابقة. في يوم جيهو تعامل مع قضية كانت فيها المتهمة امرأة شجاعة اعترفت بخطأها وحبت تحافظ على سمعة زوجها السابق. المرأة دي كانت سانجوان. وبعد كام شهر سانجوان قدمت طلب طلاق تاني، وده أثار فضول جيهو علشان كانت بتغير شركائها كتير. الفضول ده خلاه يتعرف على سانجوان ويتجوزها بالعقد بعد ما عرف عن شغلها النادر. وهنا بنرجع للوقت الحالي. بعد ما وضح انه مش قاتل لكنه مدعي عام، جيهو دعا سانجوان تدخل الشقة وحضنها. بالرغم من انها كانت حاسة بعدم الارتياح اتعشوا سوا، ويمكن كانت المرة دي المرة الأخيرة قبل ما ينفصلوا. جيهو سألها عن خططها المستقبلية. سانجوان شاركته عن رغبتها في العيش بالخارج والعثور على الحب الحقيقي، وكمان اتكلموا عن صفات شركائهم المثاليين. باختصار من غير ما تعرف سانجوان حد صورها وهي خارجة من بيت جيهو. الشخص ده كان باين انه مهووس بيها. وبعد ما انهت عقد جوازها مع جيهو سانجوان قررت انها تروح تتسوق علشان تشتري شنط فاخرة مع جوانج نوم. وهم راجعين للبيت سانجوان قابلت صدفة احد عملائها اللي كان واضح انه معجب بيها. العميل بان عليه الغيرة لما حضنت جوانج نوم وقالت له انه حبيبها. وبعد كده سانجوان راحت للمحكمة علشان تنهي اجراءات الطلاق. وفي طريقها للبيت عربيتها اتصدمت من راجل اتضح انه زوجها السابق بالعقد. الراجل ده كان مهووس بيها وده خلاها تحس بعدم الارتياح وحاولت تتجنبه. وفي المساء سانجوان راحت لبيت جيهو علشان تسلمه اوراق الطلاق. جت مع جوانج نوم لكنه بس وصلها للردها. وهي ماشية لوحدها فجأة واجهها راجل مجهول مسلح، وفي اللحظة دي الراجل الغامض ساقها لزقاق هادي علشان يأذيها. لحسن الحظ هيجي جه علشان ينقذ سانجوان وقاتل الرجل الغامض. وبعد ما شاف سانجوان مرعوبة ومبللة هيجي دعاها تزور بيته. جيهو اللي كان عارف عن الهجوم كان قلقان على سانجوان، لكنه برضه كان حاسس بالغيرة علشان كانت في بيت هايجي. رغم ان ما كانش في حاجة غريبة بتحصل في الوقت ده، سانجوان وهايجي كانوا بيتناقشوا عن شك هايجي ان سانجوان هي البنت الوحيدة لصاحب مجموعة DNA. وبعد ما سابت بيت هايجي سانجوان قابلت جيهو في أسانسير الشقة. قرروا يتعشوا مع بعض في مطعم. بالرغم من ان الجو كان محرج شوية جيهو حاول يبدأ حوار بسؤال عن الهجوم اللي تعرضت له سانجوان. وهنا سانجوان حكت له عن الحادث المخيف وطلبت نصيحته. للأسف جيهو اللي مش شاطر أبدا في تقديم النصايح خلاها تتضايق. وبعديها جيهو اقترح ان المهاجم ممكن يكون عميل سابق لسانجوان وعنده ضغينة وحقد، وده ممكن يهدد أمانها. وبعد شوية اتفرقوا وتبادلوا رسائل الموافقة على الطلاق. لأول مرة جيهو قابل جوانج نوم واللي جه علشان ياخد سانجوان في عربيته. في اليوم التالي ميهو اللي كانت مع عميل اسمه مستر جون وكان باين عليهم يعرفوا بعض كويس علشان كانت بتتصرف معاه بألفة. وبعديها مستر جون ذكر علاقة ميهو بمجموعة جانج جين، لكنها بسرعة غيرت الموضوع وما كانتش عاوزة تتكلم عنه. في الوقت ده سانجوان اكتشفت ان جيهو اعطاها تذاكر لحفلة عازف بيانو وهو المفضل ليها. وهنا سانجوان كمان كانت حاسة بعدم الارتياح بخصوص رسالة الطلاق وحاسة انها بتخلي جيهو يبان بشكل سيء. من ناحية تانية جيهو كان مشغول بمحاولة العثور على الشخص اللي هاجم زوجته السابقة. كمدعي عام محترف قدر بسرعة يحدد هوية المهاجم. وبعديها سانجوان زارت بيت هايجي علشان ترجع القميص اللي استعارته. كانت قالت له قبل كده إنها مساعدة جيهو في البيت، لكنها دلوقتي وضحت إنها مش هتزور شقة جيهو كتير تاني علشان بطلت تشتغل معاه.
وهما بيتكلموا جرس الباب بيرن. هاي جي كان فاكر إنها مساعدته، لكن في الواقع كان جي هو. في الوقت ده جي هو كان حاسس بعدم الارتياح لما شاف سانجوان لسه في بيت هاي جي، ومع ذلك جي هو بسرعة قال إنه حدد هوية الشخص اللي هاجم سانجوان المشتبه بيه. اتضح إن عنده علاقة بهاي جي، وبعديها جي هو كشف إن المهاجم كان حد بيكره هاي جي واستهدف سانجوان لأنه فكر إنها متورطة معاه، وده زاد الأمور سوء بالنسبة لهاي جي وأضاف لقائمة الفضايح اللي حواليه. قبل ما فضيحة المواعدة مع يومي تنتهي، الشائعات انتشرت إن هاي جي متورط في علاقة من نفس الجنس. وبعدين سانجوان حضرت حفلة عازف البيانو المفضل لها، وكانت وعدت إنها تروح مع جي هو اللي وصل للمكان الأول. بالرغم من إنهم مع بعض، جي هو قاعد بعيد ورا سانجوان، عمل كده عمد علشان يحافظ على مسافة بينهم، رغم إنه سرا كان عايز يبقى قريب منها. في ليلة جي هو كان لسه في المكتب لما رئيسه جه وطلب منه يعزم زميل للعشاء على بيته. جي هو رفض في الأول، لكنه ما قدرش يقول لأ لأن رئيسه أصر، عارف إن جي هو أعطى تذاكر الحفلة لسانجوان. وفي الوقت ده سون جين الابن الأكبر لمجموعة جانج جين كان بيمضي عقد شراء أرض مع مستر جون. ميهو كانت هناك كوسيط للصفقة، ورغم ده مستر جون حس إن في حاجة غلط في مجموعة جانج جين. بجانب العقد كان قلق إن الأرض اللي اشتراها متصنفة كمنطقة خضراء، وده بيخلي أساليبهم التجارية مشبوهة، فطلب مساعدة من مسؤولين في مجموعة ANA. من ناحية تانية، بالرغم من إن سانجوان قعدت، لكنها لسه بتتعامل مع عملائها. في يوم سانجوان حضرت جنازة حماتها السابقة اللي ماتت بالسرطان. المتوفية وصت إن سانجوان تحضر حتى لو لفترة قصيرة، وتركت رسالة لسانجوان بتعتذر فيها وبتتمنى انها تتصالح مع ابنها، لكن لان زواجهم كان عن بيزنس سانجوان ما قدرتش تحقق طلبها. بعد الجنازة جالها اتصال من ميهو اللي كانت عايزة تقابلها زي ما اتفقوا قبل كده. سانجوان رفضت بحزم وقالت لها انها هتسافر برا قريب. لما ميهو سمعت كده اتضايقت وألغت خطتها إنها تدي سانجوان شنطة ماركة، وقررت تديها لصاحبة البيت اللي ساكنة فيه بدل كده. ومن غير ما تعرف ميهو كان في شرطيين بيتابعوها عشان يعرفوا هويتها. الليلة اللي بعدها سانجوان وجي هو تعشوا مع بعض تاني، ووافقوا إنهم يكملوا زواج العقد بينهم علشان يحققوا في الهجوم على سانجوان. لكن جي هو كان مختلف الليلة دي، اتكلم كتير وطلب نصيحة عن ازاي يتعامل مع الناس، وده خلى الأمور تبقى محرجة لحد ما اكتشفوا إن دي مش فكرة كويسة. وشوية بعد كده جوانج نوم اتصل بسانجوان وقال لها إن ميهو اتقبض عليها. ميهو كانت متهمة بالنصب لترويجها الأراضي زراعية في منطقة جانجو، وكانت وقعت عقد ب15 مليار وون مع مهندس معماري مشهور، واتهموها إنها استغلت اسم شركة جانج نوم في الترويج بشكل غير قانوني. وبعد التحقيق جي هو اكتشف إن ميهو كانت مظلومة واتلبست من سون جين، واللي كان طلب منها إنها تجيب مستثمرين أجانب يشتروا الأراضي الزراعية. ولما الصفقة تمت خلاها تتحمل المسؤولية علشان يبان إن ميهو كانت بتستخدم شركة جانج جين لمصلحتها الشخصية. ومش بس كده، حسب كلام جي هو ميهو كانت مطلوبة ترجع العمولة اللي من الاتفاق واللي قيمتها 7.5 مليار وون. في الوقت ده جوانج نون كان عنده مشاكل في البيت علشان قرر انه ما يتجوزش تاني، ولما قال لأسرته انه مخطط يسافر برا اخواته اتغاظوا جدا. وبعديها الحقيقة عن علاقة ميهو وسانجوان كشفت أخيرا. سانجوان هي الطفلة المتبناة لصاحب مجموعة ENA، وخدوها من ملجأ وهي طفلة. ميهو كانت بتعتني بيها بحنان كبير وعملتها كأنها بنتها، لكن دور ميهو في العيلة كان مجرد تنفيذ خطط الرئيس، وما كانتش عايزة تظهر كأم لسانجوان. لما سانجوان كبرت علاقتهم بقت متوترة لحد ما اتقابلوا تاني في السجن، وسانجوان حتى افتكرت ان ميهو تستحق العقاب القانوني. في الوقت ده وبسبب اشاعات عن معجبين من نفس الجنس بيهاجموا هاي جين، بيته بقى مليان صحفيين. في البيت ابوه سأله عن الفضيحة، وعلشان مش عايز الاخبار دي تأثر على الشركة طلب منه يتجوز فورا، وحتى رتب له جواز مع بنت شريك في البيزنس. في مكان تاني جي هو كان متلخبط ازاي يتجنب الرجوع للبيت، لكن رئيسه وزمايله فضلوا يصروا. رغم ان سانجوان ما رفضتش التعاون، جي هو كان لسه حاسس بعدم الراحة. حاول يأجل الموضوع بدعوة زمايله البار، وبالصدفة اتفرجوا على خبر عن هاي جين وهو بيجيب ست غامضة لبيته. الصحفيين قالوا
إن هايجين هيتجوز قريب، والست الغامضة دي طلعت سانجوان. اتضح إن جي هو كان عنده زواج فاشل وطلاق معقد، وبقى عنده صدمة وعدائي للعلاقات. لكن من بعد ما دخل في زواج العقد مع سانجوان كل حاجة اتغيرت، ما بقاش بارد ومعارض للرومانسية علشان بدأ يحب سانجوان، وحس بالغيرة جدا لما شاف مراته مع العلن كأنها حبيبة هايجين. من ناحية تانية سانجوان كانت غاضبة لما هايجين خلى علاقتهم المزيفة كأنها حقيقية، حتى لو كانت هويتها مخفية. الموضوع خلاها تحس بعدم الارتياح، وبدل ما يعتذر هايجين طلب من سانجوان تبقى زوجته بالعقد. بالنسبة لهايجين دي كانت الطريقة الوحيدة لتصفية الإشاعات، وفي الوقت ده سانجوان اللي قررت تعتزل رفضت الطلب، لكن هايجين فضل يترجاها وذكر إنها ممكن تساعد في تبرئة ميهو من المحاكمة. في اليوم اللي بعده هايجين شاف مديره جاي يزوره، لكنه ما كانش عاوز يقابله بسبب الأخبار الأخيرة اللي بقت مشهورة. هايجين حتى هدد إنه هيعتزل بعد ما يتجوز لو مديره فضل يضغط عليه علشان يتكلم. وبدل ما يقلق بشأن الفضايح هايجين كان مركز على عقد الزواج مع سانجوان ابن مجموعة جانج جين الغني. فضل يدعو سانجوان تقابله في بيته. في الوقت ده سانجوان كانت واقفة قدام السجن بتستنى ميهو تخرج، واللي طلعت بكفالة من سانجوان. رغم انها كانت عايزة تبتعد عن تأثير ميهو دعتها لبيتها. من ناحية تانية جوانج نوم اللي ما كانش بيحب ميهو قابلها ببرود. سانجوان اللي كانت صبورة بسبب موقف ميهو وضحت انها هتفضل بس لحد ما تسدد ديونها لسانجوان. وتحت الضغط من سانجوان ميهو انفجرت في وش طفلتها السابقة وقالت لها انها المفروض تعيش في مكان كويس وتتزوج راجل ناجح، مش تعيش مع راجل زي جوانج نوم. لكن سانجوان ما كانتش مهتمة بكلام ميهو. وفي المساء سانجوان راحت بيت هايجين علشان ترجع الموتوسيكل اللي استعارته امبارح، وعلشان تتجنب الصحفيين لبست زي غريب مع خوذة سوداء، لكن شكلها كان شبه المهاجم الغامض وتحركاتها كانت مشبوهة. في الوقت ده جي هو افتكرها المهاجم وكان على وشك يوقعها، لكن لحسن الحظ جي هو اكتشف بسرعة ان الشخص اللي شك فيه هو مراته. في الوقت ده سانجوان كانت عايزة تشرح الموقف عن نفسها وعن هايجين، لكن بما ان ده مش يومهم المحدد للقاء جي هو طلب منها انها تشرح له تاني يوم. في الوقت ده سانجوان اخيرا وافقت على عقد الزواج مع هايجين، وقرروا انه اثناء الزواج هايجين هيخفي هويته عنها، وكمان طلب يقابل سانجوان 3 مرات في الاسبوع في بيتها. وبعد ما وافقت سانجوان قالت لهايجين التكلفة واللي لقاها عالية جدا، لكنه مهتمش ووافق فورا على عقد الزواج معها. مساء الاربعاء سانجوان قابلت جي هو تاني على العشاء، وهناك سانجوان قالت له انها هتلغي اعتزالها وتوقع عقد جديد مع هايجين. في الوقت ده جي هو افتكر ان سانجوان بس محتاجة فلوس وطلب منها تسيب شغلها، حتى عرض انه يمدد عقدهم ويساعدها ماليا لو لازم. للأسف سانجوان فهمت غلط نية جي هو الطيبة وحست انه بيقلل من شغلها وعاوز يساعدها من باب الشفقة. بالنسبة لسانجوان شغلها ما كانش بس عن الفلوس، لكن كان عن العناية بمشاكل الناس التانيين. في اليوم التالي سانجوان وهايجين تقابلوا تاني في كافيه علشان يناقشوا عقد زواجهم ويتكلموا شوية عن عائلتهم. في المساء الاتنين المزيفين كانوا بيتفسحوا على ضفاف نهر وما كانوش واخدين بالهم انهم كانوا ملفتين جدا للنظر. وتاني يوم الاخبار عن معادتهم خلت جي هو فضولي وغاضب قوي. في اخر يوم من عقد الزواج مع جي هو سانجوان كانت مترددة تروح بيته رغم انه كان مستنيها بفارغ الصبر لحد وقت متأخر من الليل. جي هو وهو محبط راح لعيادة نفسية علشان يحاول يفهم مشاعره تجاه سانجوان، وفي الوقت ده المستشار نصحه انه يسمع لقلبه وما يرفضش مشاعره. الليلة التالية سانجوان كانت بتتعشى مع هايجين. بما ان هايجين فنان كتير من الصحفيين بيتابعوا نشاطاته بما فيها العشاء ده. لما سانجوان خرجت من بيت هايجين الصحفيين حاولوا يتبعوها، لكن جي هو واجههم، وهناك جي هو قال للصحفيين ان الست اللي بيتبعوها هي مراته. ومع مرور الوقت سانجوان حست بفراغ كبير بعد ما عقدها مع جي هو انتهى. ما كانش عندها حاجات كتير تعملها فاختارت تعمل نشاطات عشوائية زي التسلق. وهي على وشك انها تخرج حد خبط على بابها وطلع جي هو. سانجوان قالت له انها محتاجة فترة راحة وقررت تروح تسلق، فجي هو انضم ليها رغم انه ما كانش لابس لبس التسلق. وبعد شوية جي هو تابع سانجوان وطلب منها تمدد عقد الزواج تاني، لكن سانجوان اللي قررت تنهيه ما كانتش عايزة. جيو وهو يائس اعترف انه لسه محتاج مساعدتها في ترفيه ضيوف المكتب يوم الجمعة. رغم انها رفضت في الاول سانجوان وافقت في النهاية على طلب جيهو.
ووعدت إنها تيجي لبيته تساعد في ترفيه ضيوف مكتبه. وعلى الجانب الآخر أخيرا جوانج نوم فتح قلبه لصهره واعترف إنه منجذب لنفس الجنس ومش عايز يخبي ده تاني علشان دي هي حياته. في الوقت ده سانجوان وجي هو وهاي جي ناقشوا جدول مواعيد لقاءاتهم. جي هو كان عاوز يحافظ على لقاءاتهم مع سانجوان يوم الاثنين والاربع والخميس، لكن هاي جين حس ان عنده حق اكتر في تحديد الجدول ورفض طلبه. وبعد جدال طويل هاي جين وافق، بس بشرط ان جي هو يهتم بقطته كل لما التقوا في المساء. سانجوان راحت بيت هاي جين لأول مرة على حسب الاتفاق، وجي هو جه علشان ياخد قطة هاي جين علشان سانجوان عندها حساسية منها. جوه بيت هاي جين الزوجين المزيفين لعبوا شطرنج مع بعض كأطفال عائلات غنية، ناقشوا حاجات كتير بما فيهم الرومانسية وخلفيات عائلاتهم. وبشكل غير متوقع سانجوان كانت هتتخطب لسون جين، لكن الخطوبة انتهت بفوضى لأنها رفضت العرض بغضب من عائلة جانج جيم. وهاي جين اللي كان موجود هناك اتبهر بشجاعة سانجوان في رفض الزواج المدبر وخلاها حبه الأول. تاني يوم ميهو راحت مكتب مجموعة ANA علشان تطلب فلوس من صاحب الشركة زي ما عملت قبل كده، وهددت انها هتكشف سر لرئيسة الشركة لو مطالبها ما تنفذتش. في الوقت ده هاي جين سمع مساعده بيتكلم مع مديره عن فضيحته الحالية اللي اتشهرت، وكانوا بيشكوا ان هاي جين بيستأجر نساء بس علشان يهدوا الفضيحة. وكمان اتكلموا عن عائلة هاي جين وابوه وقالوا ان سلوكهم كان مشابه ليه. هاي جين اللي انزعج من تعليقات مديره ومساعده اعترف انه كان على علاقة مع زوجة حد، وهي كانت حبه الاول سانجوان. رغم ان هاي جين قال ده عشان يخلي مديره يهلع، ما كانش مهتم بسمعته او بوظيفته. وبعديها هاي جين اعترف انه كان مغلوب على امره بسبب الحب زي والدته. في العصر بعد الشغل جي هو قابل سانجوان علشان يتعشوا مع بعض، ناقشوا خططهم لعشاء هيبقى في بيته. وبعد العشاء راحوا المركز تسوق علشان يشتروا أساس جديد، وبعديها عملوا جلسة تصوير في استوديو قبل ما يروحوا البيت بعربية سانجوان. في الطريق سانجوان حاولت تفكر في إجابة لما زميل جي هو سألها ازاي وقعوا في الحب. سانجوان قررت تقول انهم تقابلوا في مؤسسة خيرية ووقعوا في الحب من اول نظرة. وتاني يوم سانجوان كانت بتجهز علشان تروح بيت جي هو ومعاها جوانج نوم. قبل ما يمشوا نصحها ما تشربش كحول عشان ما تبوظش المشهد. بما ان جوانج نوم ما كانش عنده خطط اليوم ده قرر انه ينام بدري. وتاني يوم جانجوان اتفاجئ لما شاف سانجوان قاعدة على كرسي الضيوف تعبانة وشاربة كحول. سانجوان كانت حاسة بالندم وحكت له على اللي حصل الليلة اللي فاتت في بيت جي هو. كانت رتبت بيت جي هو علشان يبان زي بيت متجوزين، ودعت شيف علشان يطبخ أكل مميز لضيوفه. لما كل حاجة كانت جاهزة الضيوف وصلوا بما فيهم جي هو اللي اندهش من التغييرات اللي حصلت في البيت. في الأول العشاء كان بيمشي كويس وسانجوان وجي هو لعبوا أدوارهم بشكل مثالي، لكن بعد ما شربوا مع بعض بدأت المشاكل. سانجوان اللي وعدت انها ما تشربش كحول سكرت وعملت حاجات ما قدرتش تتحكم بيها. للأسف ما كانتش فاكرة كل اللي حصل أثناء الحادثة، وبدل ما تحاول تفتكر قررت سانجوان تخرج مع هاي جين. راحوا للحديقة اللي جي هو كان بيمشي فيها. سانجوان وهي لسه متأثرة بالكحول وقعت نايمة على كتف هاي جين، وهي نص نايمة افتكرت فجأة اللي حصل في بيت جي هو الليلة اللي فاتت. بس جي هو قدام كل زملائه. ومش بس كده، سانجوان فاقت وهي لسه نص سكرانة ولقت نفسها في بيت جي هو. كانت اللحظة محرجة بالنسبة ليها، خصوصا ان هاي جين كان موجود هناك وكمان هو اللي شالها لبيت جي هو. في الوقت ده جي هو اللي كان قلق حب يعمل شاي عسل لسانجوان، لكنها كانت محرجة من اللي حصل الليلة اللي فاتت فاختارت تروح الحديقة اللي جنب بيتها. بعد شوية جوانج نوم جه. في الوقت ده سانجوان لسه فاكرة اللي حصل في بيت جي هو، فجوانج نوم اللي فهم اللي سانجوان عاشته بدأ يغيظها. وفي الوقت ده سانجوان كانت لسه بتفكر في وش جي هو لما بسته، وبنفس الطريقة جي هو كمان ما قدرش ينسى الحدث لما سانجوان بسته فجأة. لكن جي هو اللي كان بيمر بأزمة ثقة فكر ان اللي عملته سانجوان كان جزء من شغلها بس. وبعد شوية سانجوان جت مع العمال علشان تعبي حاجاتها من بيت جي هو على حسب اتفاقهم. كانت بترجع الحاجات اللي استعاروها لعشاء الضيوف. رغم ان الوضع كان محرج حاولوا يتكلموا. للأسف جي هو خلى الأمور أكتر إحراج
لما قال فجأة إنه تعبان وطلب من سانجوان تمشي بسرعة. في الوقت ده الشخص الغامض اللي هاجم سانجوان قبل كده ظهر تاني بعد ما انتشر صور لسانجوان وهايجين في الحديقة في وسائل الإعلام. المرة دي الشخص بوظ الكاوتش بتاع عربية هايجين، وبعد شوية هايجين شاف ده وطلب من مساعده يطارد الشخص لكنه هرب على الموتوسيكل. وتاني يوم ميهو رجعت لمكتب مجموعة ANA وطلبت من قائد المجموعة يرجع سانجوان لبيته، ووعدته ان سانجوان مش هتخيب امله زي ما عملت من 13 سنة. لكن جيل لسه كان غضبان وحاسس بالإهانة بسبب اللي عملته سانجوان من 13 سنة. ما قدرش يقبل أفعال بنته المتبنات، وبعد ما اترفض طلبها من جيل ميهو هددته وذكرت الفضيحة اللي بينهم بجدية. في الوقت ده جيهو كان بيجهز العشاء مع سانجوان في بيته، وهناك جيهو افتكر طفولته اللي عاشها في الفقر مع عمته وازاي واجه التمييز، وده خلاه يحس انه محدش ممكن يحبه. علشان كده كبر وهو قافل على نفسه من الكل بما فيهم سانجوان. كان دايما بيخبي خيبات امله ومشاكله لنفسه، وده كان واضح لما جيهو حاول يخبي غيرته لما سانجوان كانت بتتكلم مع هايجين في التليفون. بين كل عملاء سانجوان هايجين كان اكتر حد مفاجئ لانه عزمها تقابله في اسطبل الخيل، وبعد ما ركبوا الخيل هايجين اخد سانجوان في سفينة فاخرة لبحر. استمتعوا بوقتهم مع بعض ولقوا حاجات كتير يتكلموا عنها. سانجوان كانت حاسة براحة اكتر مع هايجي من هي ومع جي هاو. في المساء لما سانجوان وهايجين كانوا راجعين بالعربية فجأة اتقطعت طريقهم بعربية تانية. جوه العربية كان في شوية بلطجية كبار ما كانوش عاوزين يتحملوا اللوم وحاولوا يضربوا هايجين، ولحسن الحظ جوانج نوم كان معدي واستخدم مهاراته في الفنون القتالية علشان يهزم البلطجية، وفهم انهم كانوا جزء من عصابة احتيال تأمين. مرت ايام وجيهو ما قدرش يبطل يفكر في سانجوان، وزادت غيرته لما شاف هايجين لابس نفس الكرافتة اللي اختارتها ليه سانجوان، وكان حاسس بالحسد وطلب يغير الجدول علشان سانجوان تقدر ترافقه في مكتب النيابة. قال لها ان زملائه بدأوا يشكوا في علاقتهم ويفكروا انها مزيفة، ولما سمعت بده سانجوان ما قدرتش ترفض ووافقت تروح مع جيهو وتشوفه يقود المحاكمة. وبعد كده رجعوا البيت جيهو بناء على طلب سانجوان، وهناك سانجوان بدأت تشرب كحول تاني، وجيهو اللي كان ناوي يرافقها بس انتهى بالحل انه يشرب ويسكر. لما جيهو نام سانجوان كانت عايزة تبوسه تاني لكنها غيرت رأيها في اللحظة الأخيرة، ولما كانت هتمشي جيهو فجأة مسك ايد سانجوان وهو في حالة سكر شديد وقال انه مش عاوز سانجوان تمشي وما ترجعش بيته تاني. افتكر انه سمع ان سانجوان مش هتزوره تاني بعد ما بسته. وبعد ما رجعت من بيت جيهو الليلة دي سانجوان كانت حاسة بتحسن كبير، وفي الصبح حتى كان عندها وقت تعمل كيك وتتكلم مع ميهو. جوانج نام خلال عمله كمروج مبيعات فجأة اتلقى مكالمة من هايجين بيطلب منه يجي الوكالة. المفاجأة كانت ان هايجين عرض على جوانج نوم وظيفة كحارس شخصي له براتب كبير 6 مليون. وقتها جوانج نوم اللي كان محتاج شغل محبش يفوت الفرصة دي، بس كان لازم يعترف لهايجين انه مثل الجنس، وافتكر ان ده ممكن يكون مشكلة. لكن بشكل غير متوقع هايجين مهتمش وفضل عايز جوانج نوم يكون حارسه الشخصي. في المساء سانجوان وهايجين كان المفروض يتعشوا مع بعض حسب جدولهم، لكن هايجين كان متضايق وألغى الخطة واختار يشرب عشان يهدى. في الكافيه سانجوان اتفاجئت باتنين ممثلين من مجموعة ANA وقالوا لها ان ميهو زارت والدها بالتبني من كام يوم وطلبت منه يرجعها البيت، لكن ده كان مستحيل. فوالدها طلب منها انها تسيب كوريا الجنوبية علشان البقاء هيكون صعب عليها خصوصا في ايجاد شغل. في نفس الوقت والدة هايجين كانت قلقانة جدا علشان ابنها فجأة قفل على نفسه وما كانش عاوز يشوف حد، وبعمل شوية ضوضاء قدرت تدخل البيت ولقت هايجين شكله تعبان ومرتبك زي قبل كده. والدة هايجين ما زالت منع ابنها من انه يكون في علاقة مع البنت اللي بيوعدها حاليا، وكانت مؤمنة ان هايجين بيتلاعب من البنت دي وانه ناوي يعصي كل طلباتها. وبدافع الفضول حاولت تعرف مين البنت دي من مساعد هايجين الشخصي، لكن قبل ما المساعد يقدر يشرح سانجوان فجأة ظهرت من بدروم الشقة، ولما شافتها والدة هايجين فورا افتكرت ان سانجوان هي حبيبة هايجين. واجهت سانجوان وقدمت نفسها كوالدة هايجين واتكلموا مع بعض في مطعم شكله كان متعمد انه يكون اختياره من هايجين. ما تكلموش في حاجات كتير، لكن والدة هايجين شافت ان سانجوان بنت محترمة
الصدمة. بعد ما سانجوان مشيت، المساعد قال إن حبيبة هايجين هي بنت أنيقة ومتعلمة كويس. وبعد ما اتأخرت بسبب والدة هايجين، سانجوان أخيرا وصلت لبيت جيهو وأكلوا سوا زي ما كان متخطط. أثناء الأكل جيهو سألها عن خططها للسفر برا، وبشكل مفاجئ طلب منها إنها تلغي الخطط دي. في الوقت ده هايجين اتخانق مع والدته تاني بسبب سانجوان، حتى إنه هدد إنه يعمل حاجة جذرية لو والدته استمرت في التحقيق في هوية سانجوان. هايجين بعدها اتصل بصديق علشان يلاقي محامي، لكن بشكل غير متوقع خد أدوية كتير وكاد إنه يغمى عليه. لحسن الحظ سانجوان اللي كانت راجعة من بيت جيهو شافت إن هايجين مش كويس وبطلب منه. سانجوان خدته الفندق بعربيتها. دخلوا الفندق متخفيين كزوار عاديين علشان يتجنبوا الصحفيين والمعجبين اللي ممكن يتعرفوا على هايجين. لما دخلوا الفندق هايجين فجأة أغمى عليه وسانجوان بقت في حالة ذعر. وتاني يوم الأخبار انتشرت عن هايجين وامرأة غامضة بيبيتوا في فندق فاخر. جيهو قرأ الأخبار وفورا تعرف على المرأة إنها سانجوان. في الوقت ده امرأة جميلة اسمها جيون ظهرت في مكتب وكالة هايجين وادعت إنها معجبة بهايجين، لكنها في الحقيقة كانت المحامية اللي اختارها هايجين لإدارة قضيته. لكن هايجين ما كانش موجود اليوم ده علشان كان مريض وبالفندق مع سانجوان. ورغم إنه أغمى عليه، حالة هايجين بدأت تتحسن تدريجيا. سانجوان قعدت معاه في الفندق طول الليل واتكلموا عن عائلتهم وشاركوا قصص عن أهلهم. جيهو لسه بيفكر في إشاعات إن سانجوان باتت في الفندق مع هايجين، وقرر يتصل بسانجوان بعد الشغل ويسأل عن الوضع. دعا سانجوان لبيته وراح ياخدها من الفندق. لما وصل جيهو بشكل غير متوقع قابل جيون واللي كانت طليقته ودلوقتي هي محامية هايجين. هي وجيهو كانوا جيران في بيت طلبة في الثانوية، وجيهو حب جيون جدا لدرجة انه اخيرا عبر لها عن مشاعره وده قادهم للزواج وبعديها الطلاق. جيهو اللي ما كانش عايز يفتكر ماضيه طلب من سانجوان تمشي وترجع البيت. واثناء رحلتهم جيهو اخيرا اعترف انه كان متجوز جيون لكنه طلقها، ودلوقتي جيهو حاسس انها جزء من ماضيه وما بقاش يفكر فيها. في الوقت ده الاخبار عن هايجين اللي بات في الفندق وصلت لعائلة مجموعة جانج جيم. والدة هايجين كانت محبطة جدا وطلبت منه يرجع البيت فورا. وتحت الضغط المتزايد هايجين فكر فيه ازاي يقدر يهرب من سيطرة عيلته ويعيش بحرية زي سانجوان. وفي المساء بعد اللقاء مع سانجوان وطليقته جيهو كان حاسس بعدم الارتياح. اتصل بطبيبه النفسي العادي وطلب يقابله في كافيه. ولما اتقابلوا جيهو بدأ يتكلم عن طلاقه وازاي ده خلاه معايزش يقع في الحب تاني، لكن ده اتغير لما قابل سانجوان. وقال لطبيبه النفسي ان سانجوان غيرته وخلته يقع في الحب تاني. لكن جيهو اللي متعود يخبي مشاعره ما قدرش يعبر عن نواياه وكان دايما بيلقي اعذار علشان يتجنبها. وبعد ما الطبيب شاف وضع جيهو المعقد نصحه انه يتكلم عن مشاعره ويتعلم يكون اكتر انفتاح ويتبع قلبه. واثناء ما كانوا لسه بيتكلموا جيهو قابل رئيسه واللي طلع الاخ الاكبر للطبيب النفسي. جيهو حس بالاحراج والمفاجأة وحاول يمشي لكن رئيسه منعه، وانتهى بيهم الحل انهم شربوا مع بعض لحد ما جيهو فقد السيطرة. وفي طريقه للبيت جيهو شاف راجل غامض مع سانجوان. افتكر ان الراجل ده هو نفسه المطارد اللي حاول يأذي سانجوان قبل كده، فهاجم الراجل فورا. لكن بعديها اكتشف انه هايجين. ولما عرف ان جيهو كان سكران جدا هايجين مقاومش وطلب من حد يساعده. هايجين كان جايب عربية اكل علشان يقابل سانجوان على العشاء، وعمل الحديقة كأنها تخييم وخلى الليلة رومانسية ودافئة. وبالاضافة لهايجين وسانجوان جيهو كان نايم من السكر. ولما جيهو فاق لقى نفسه مش في بيته وافتكر نصيحة الطبيبة النفسية وخطط انه يعبر عن مشاعره لسانجوان، لكن ما كانش واعي بشكل كامل ونام تاني وفاتته الفرصة للكلام. واثناء ده جيهو شاف حاجة ما كانش المفروض يشوفها. شاف هايجين بيبوس سانجوان. تاني يوم جوانج نوم واجه مشكلة جديدة لما رجع. ميهو اللي مش مصدقة ان جوانج نوم هو جوز سانجوان استمرت في الضغط عليه علشان يعترف وهددته انها هتخليه يكشف الحقيقة عن علاقته بسانجوان. وبعد شوية ميهو قابلت شخص موثوق بيه في مجموعة ENA وكانت عاوزة معلومات عن اولاد عائلة جانج جين بما فيهم هايجين. وحسب التقارير هايجين هو فخر العيلة، بيشتغل كممثل وحاليا في وسط فضيحة واللي هي مواعدة مع بنت واللي ميهو عرفت انها سانجوان. في الوقت ده
جيهو اللي كان عايز يتجنب طليقته قابل جيون تاني بعد ما رجعت من بيت هايجين. رغم انه حاول يتجنبها، جيون تبعت جيهو وحاولت تتكلم معاه، وبيبان ان جيون لسه بتحب جيهو وبتتمنى تصلح علاقتهم. لكن جيهو اللي اتخطى الموضوع قال لها انه كان متجوز لمدة 5 سنين، وبرضه قال لها ان مراته كانت مطلقة 13 مرة كجزء من شغلها. جيون اتصدمت وما قدرتش تصدق اللي بتسمعه. في الوقت ده سانجوان اللي سمعت الحوار حست بالإحباط وقررت ما تقابلش هايجين في بيته. لما رجعت سانجوان للبيت، ميهو فورا واجهتها وقالت انها عارفة عن علاقة سانجوان بهايجين. وقتها ميهو حاولت تعرف اكتر عن وضع طفلتها بالتبني، وكانت مؤمنة ان دي احسن فرصة لسانجوان انها ترجع لعائلة مجموعة ENA عن طريق الزواج من هايجين واللي هو من مجموعة جانج جيم. ميهو بعديها اتصلت بحد من مجموعة ENA وقالت لهم ان خطيبة هايجين هي سانجوان. وفي الوقت ده هايجين كان مجتمع مع ابوه واخوه الاكبر وامه، وخلال الاجتماع هايجين قال انه رفض الزواج المرتب وعاوز يتجوز البنت اللي اختارها بنفسه. كان مستعد حتى يسيب عيلته علشان يكون معاها. هايجين ما كانش مهتم برأي عيلته رغم انه كان بيمثل. وفي المساء سانجوان راحت لبيت جيهو تاني وهي متضايقة بعد ما سمعت حواره مع طليقته. الدنيا مطرت فراحوا قعدوا في العربية عبروا عن احباطهم لبعض. ولما سانجوان سألت جيهو هو ليه جه الفندق الليلة دي بسها، وبعد اللي حصل ده بدأوا يتواعدوا رسميا. جيهو اللي كان واقع في الحب طلب من سانجوان يخرجوا في موعد يوم الأربعاء الجاي. في الوقت ده ميهو راحت مكتب مجموعة ENA علشان تتأكد من موظف إن سانجوان فعلا على علاقة بهايجين. وفي الإشاعات بين العائلات السرية هايجين هو أصغر ولد وأكتر واحد مفضل عند أبوه، لكن علاقتهم متوترة بسبب الإشاعات عن الزواج المرتب وفضيحة مواعدته. وبعديها ميهو اقترحت انه لو سانجوان دخلت مجموعة جانج نيم كزوجة مستقبلية لهايجين الامور ممكن تتحسن. تاني يوم جوانج نوم بدأ شغله كحارس شخصي لهايجين، لكن في اول يوم اتلقى ترحيب غير لطيف من مساعد هايجين. المساعد كان حاسس بالتهديد من وجود جوانج نوم وخايف ياخد مكانه كأقرب شخص لهايجين. ومن ناحية تانية سانجوان اللي بقت في علاقة مع جيهو حست انها لازم تكون صريحة مع هايجين، فراحت لبيت هايجين وكانت جيو موجودة هناك. وبعد ما جيو مشيت سانجوان قالت لهايجين السبب الحقيقي لزيارتها، إنها عايزة تقوله الحقيقة عن علاقتها بجيهو. وفي الوقت ده سانجوان قالت لهايجين إن مشاعرها مش هتأثر على عقدهم، لكن هايجين اللي بيحب سانجوان فعلا كان بيتمنى انها ما تاخدش قرارات سريعة. كان عايز يكون عنده عقد طويل زي جيهو، وكان بيتمنى انه يقدر يغير مشاعر سانجوان تجاهه. لكن سانجوان اللي واثقة من قرارها اختارت انها ما توافقش على طلبه. وبعد ما قررت تمشي سانجوان كانت عايزة تتجنب التعامل مع الناس اللي في مجموعة جانج جيم والENA. كانت بتأمل ان هايجين يقدر يبدأ حياة جديدة وسعيدة. وبعد ما خلصت اعمالها مع هايجين سانجوان راحت اول موعد ليها مع جيهو بعد ما بدأوا يتواعدوا رسميا. وبدل ما يروحوا مكان رومانسي جيهو دعا سانجوان تلعب جولف، وهناك طلب منها تعلمه ازاي يلعب جولف علشان ما يحسش بالنقص بين زملائه. ذكر انه كان بيتعرض للتريقة من رئيسه واتطرد من المجموعة اللي من مكتبه علشان ما بيعرفش يلعب جولف. وبعد لعب الجولف سانجوان وجيهو قابلوا رئيس جيهو وزميله في ملعب الجولف، دعوهم للأكل والشرب في مطعم فاخر. ما كانش عاوز يكرر أخطاء الماضي فمنع سانجوان من قبول أي مشروبات، وجيهو اللي ما بيحبش الكحول حتى وافق يشرب نصيب سانجوان علشان يمنعها من الشرب. في الوقت ده هايجين كان حاسس بالحيرة بعد ما عرف ان سانجوان وجيهو بيتوعدوا، حتى ما ردش على مكالمات مديره. لما المدير جه لبيته بعد شوية المدير جه علشان يقوله ان مجموعة ENA اكدوا ان سانجوان في علاقة مع هايجين، وانه كان في اشاعة ان سانجوان نفسها اللي نشرت الخبر. وفي مكان تاني جيون قابلت ام هايجين علشان يتكلموا عن سانجوان، وحسب مدير هايجين امه دلوقتي عرفت ان ابنها بيوعد بنت مجموعة ENA الوحيدة. وبعد شوية هايجين كلم امه وقال لها انه موافق على الزواج المرتب مع حد من مجموعة سونان. قال لها انه انفصل عن سانجوان وطلب منها تبعد عن مجموعة ENA. وفي الوقت ده في المركز التجاري جيون قابلت سانجوان بالصدفة واللي كانت على مكالمة. جيون في الأول افتكرت إن سانجوان بتتكلم مع هايجين، لكن لما سمعت اسم جيهو جيون أدركت إن سانجوان فعلا بتشوف جيهو. جيون بعد كده اتصلت بهايجين علشان تقوله عن علاقة سانجوان، وهناك هايجين اعترف إن سانجوان كانت مجرد حبيبة ومستأجرة علشان تغطي على فضحته وخطط الزواج المرتب، وقال إن العقد اتفق عليه الطرفين وإن
إن جي هو كان جزء من الاتفاق، لكن هايجين اللي عارف إن جي يون بتخطط تقابل جي هو حاول يمنع سانجوان من معرفة ده. رجع لشقته بسرعة، لكن وقتها سانجوان كانت في طريقها لبيت جي هو. في الوقت ده جي هو كان بيطلب من طليقته تمشي علشان سانجوان جاية قريب، لكن جي يون اللي عرفت كل حاجة رفضت تمشي وطلبت توضيح عن عقد الزواج بين جي هو وسانجوان. جي هو رفض يقول لها، وده ضايق جي يون وخلاها تكشف ان سانجوان في الحقيقة بنت رئيس مجموعة ENA. وبره الشقة هايجين شال سانجوان علشان يمنعها من مقابلة جي يون، وكان بيماطل وبيقول انه عاوز يتكلم معاها في موضوع مهم. وعلشان كان بحالة ذعر هايجين ما كانش واخد باله انه متابع من الصحفيين. وتاني يوم سانجوان قابلت هايجين في موقع التصوير، كانت عايزة تنهي عقدهم وتبدأ حياة جديدة مع جي هو. رغم ان ده كان صعب على هايجين وافق على طلب سانجوان، لكن بدل ما تحس بالارتياح سانجوان شعرت بالذعر لما شافت صورتها في عناوين الأخبار. اللحظة اللي هايجين شالها اتصورت وانتشرت على الانترنت، وقبل ما يظهر وش سانجوان في الإعلام بكام ساعة قالت لجيهو إنها عايزة تنهي العقد مع هايجين وكانت عايزة تركز في علاقتها مع جيهو. ودلوقتي كل خطط سانجوان كانت في حالة فوضى علشان وشها بقى في كل مكان على الانترنت. علشان بقت قلقانة على جيهو سانجوان اتصلت بيه علشان تشرح له. لحسن الحظ جيهو اللي كان راجل صبور متضايقش من الإشاعات، طمنها إنه بيثق فيها وهيفضل معاها ومش هيتأثر في الأخبار. ومن ناحية تانية عائلة هايجين كانت غاضبة جدا لما صورة خطيبته المفترضة ظهرت في الإعلام. أمه كانت متضايقة لدرجة إنها سكرت وهددت بإنهاء حياتها. في الوقت ده مدير هايجين اللي ما قدرش يتعامل مع الوضع اتصل بهايجين وأصر إنه يعرف سانجوان بعيلته فورا. وفي مكتب جيهو زملائه كانوا مشغولين بيتكلموا عن المرأة اللي بيشاع إنها خطيبة هايجين المستقبلية. واحد منهم افتكر إن المرأة دي شكلها مألوف شبه مرات جيهو، ولحسن الحظ أحدث صورة لسانجوان كانت مشوشة وده جعل التعرف عليها صعب. في مكتب الوكالة هايجين شكر جي يون على خطواتها السريعة في التعامل مع قضيته. اتكلموا عن اتفاقية العقد بين هايجين جيهو وسانجوان. هايجين ذكر ان جيهو كان عميل مميز لسانجوان علشان كانوا بيتقابلوا كل 2 و4 وجمعة لمدة 5 سنين. جيون استنتجت ان عقد الزواج بين جيهو وسانجوان كان نوع من الانتقام لمعاناة جيهو بسبب جيون. لما جيهو وجيون انفصلوا جيهو كان برضو طلب يتقابلوا في نفس الأيام اللي بيتقابل فيها مع سانجوان دلوقتي. في نهاية اجتماعهم هايجين طلب من جيون انها تحافظ على السرية وما تتدخلش في حياة سانجوان علشان هو كان بيهتم بيها جدا. وحسب اتفاقهم سانجوان أخيرا رافقت هايجين لمقابلة أهله، بالإضافة لأب هايجين وأمه. أخوه الأكبر كان موجود واللي كان مفروض يتخطب لسانجوان. الأخ الكبير علق على حادثة من 13 سنة اتسببت في توتر بين العائلتين الغنيتين. وعلشان ما تبقاش الأمور أكتر إحراج أم هايجين بدأت الكلام بسؤال عن خطة زواجهم، لكن محدش رد، وده اللي خلى أبو هايجين يتعصب جدا وزاد التوتر في الجو. لحسن الحظ سانجوان كان عندها خطة واعترفت انهم مش ناويين يتجوزوا. كمان طلبت من اهل هايجين ما يضغطوش عليه كتير. وقبل ما تمشي سانجوان اعترفت انها اتطلقت اكتر من 10 مرات. عملت كده علشان تتحمل المسؤولية عن عقدها مع هايجين واللي انتهى رسميا. في وقت لاحق الراجل اللي كان بيطارد هايجين اتقبض عليه اخيرا. هايجين شاف شخص غامض لابس خوذة سوداء بيصور بيته، ولما الشخص لاحظ ان هايجين شافه جري وهرب. هايجين جري وراه وبعد صراع قدر يسحبه لقسم الشرطة، لكن هايجين اتهم انه هاجم المطارد واتأيد بالكلبشات لحد ما جيون جت وطلعته في كفالة. المطارد طلع زوج سانجوان السابق واللي كان لسه مهووس بيها. وبينما كانت سانجوان في بيت جيهو الشرطة اتصلت بيها علشان الاستجواب، ولما وصلت اتفاجئت انها شافت هايجين وسانهو في الشرطة. في الوقت ده سانهو اللي فقد والدته من قريب طلع هو المطارد اللي كان بيتابع سانجوان وبيصورها لنفسه. وتاني يوم سانجوان قابلت اخت سانهو الصغيرة بناء على طلبها وشرحت لها ان بعد وفاة والدتهم سانهو بقى ابرد وصعب التواصل معاه وبدأ يتصور بغرابة وينشر صور كتير سرية لسانجوان. والأخت حذرت سانهو إنه يوقف مطاردة سانجوان، لكن هوسه كان قوي وسبب مشاكل لسانجوان. وأخت سانهو اعتذرت لسانجوان وتوسلت لها إنها ما ترفعش دعوة على أخوها، لكن أخت سانهو كشفت هوية سانجوان على السوشيال ميديا. جيون لاحظت إن الناس بدأوا يكشفوا تفاصيل عن سانجوان بما فيهم أقارب الرجالة اللي اتجوزوا سانجوان في السابق. وبعد ما بدأت علاقتها مع جيهو
أيام سانجوان بقت مليانة سعادة. جي هو اللي كان باين عليه بارد وغير مهتم طلع رومانسي وبيهتم بالحاجات الصغيرة، لكن وسط سعادتهم الأخبار عن ماضي سانجوان انتشرت. تأثير هايجين كشخصية عامة خلى الإعلام يلاقي المعلومات بسهولة، وده زود التوتر. تعليقات كتير ادعت إنها تعرف سانجوان، بعضها من أقارب الأزواج اللي كانوا في عقود زواج معاها. وبعد فترة، حتى بعد ما كان بيحاول يبعد، جي هو قابل زوجته السابقة جيون في كافيه. المرة دي جي هو كان عاوز يطلب مساعدة جيون علشان يحل مشاكل سانجوان. جيون اللي لسه كانت بتحب جي هو حبت تعرف هو ليه مهتم بسانجوان. جي هو شرح لها بهدوء إن سانجوان كانت ست تستحق الاهتمام، وخلال علاقته بيها كان حاسس بتحسن كبير. فلما سانجوان وقعت في مشكلة حس انه لازم يساعدها. جيون سمعت اعتراف جيهو وحست بمشاعر مختلطة ومشاعر غيرة، حتى هددت انها ما تساعدش سانجوان. وفي الاخر هايجين عمل مؤتمر صحفي بتمثيل من جيون بناء على طلب جيهو. جيون قالت للصحافة ان المعلومات عن سانجوان صحيحة، لكنها شرحت ان سانجوان ست مخلصة وعمرها ما عملت مشاكل مع اي حد من ازواجها السابقين. وفي نهاية المؤتمر الصحفي جيون قالت ان هايجين وسانجوان بيحبوا بعض، وانها هتاخد اجراءات ضد اي حد ينشر اخبار كاذبة عنهم. في المساء سانجوان بشجاعة راحت لبيت هايجين في الوقت اللي كان فيه كتير من الصحفيين مستنيين، وكانت ناوية تطلب من هايجين انهاء العقد بينهم وتقول للاعلام ان علاقتهم فشلت علشان مش قادرة تتعامل مع الاهتمام الاعلامي. وبدل ما يوافق هايجين قدم عرض تاني، اقترح انه يفضلوا متجوزين، لكن سانجوان تقدر توعد جيهو. هايجين كان شايف ان ده هيحمي سمعة سانجوان باعتبارها البنت الوحيدة لمجموعة ENA، لكن سانجوان رفضت كل المفاوضات بما فيها اللي متعلقة بمجموعة ENA، وكشفت انه تم تبنيها من ميتم علشان اغراض تجارية، واكدت ان هي وهايجين مش من نفس الطبقة الاجتماعية، فكان مستحيل انهم يكونوا مع بعض. وجيهو كان معزوم على حفلة عيد ميلاد زميل. اثناء الحفلة سانجوان فجأة وصلت ومعاها هدية لزميل جيهو، كانت عايزة توضح الشائعات المنتشرة عنها في الإعلام. سانجوان اعترفت إن جيهو كان عاملها، لكن دلوقتي هو الشخص اللي بتحبه. وبعدين في مكتب مجموعة ENA ميهو هددت جيل تاني وطلبت منه يرجع سانجوان. ميهو اللي كان عندها دليل عن تاريخ مجموعة ENA واللي استخدمته لتهديد جيل. لما رجعت البيت ميهو لقت دليل إن سانجوان كانت متجوزة لراجل اسمه جيهو، وفضولها عن جيهو خلى ميهو تحاول تعرف أكتر عنه. والرغم إنها ما حصلتش على كل التفاصيل، ميهو اكتشفت ان جيهو شغال كوكيل نيابة. وتاني يوم جيهو قابل ممثل رجالة من مجموعة ENA، هدفه كان يناقش موضوع سانجوان ويقدم قائمة مطالب لمجموعة ENA وميهو. جيهو كان عارف ان سانجوان تم تبنيها لمصلحة مجموعة ENA، وتم أخدها من ميتم علشان تستخدم في زواج مرتب لتوحيد شركتين كبار. جيهو اعتبر ده فعل شبه جريمة وهدد انه هياخد الموضوع للنيابة. ممثل مجموعة ENA خاف ودافع عن نفسه وقال ان ميهو ما اساءتش لسانجوان، وعد انه يكشف كل الحقائق لو جيهو وافق انه ما ياخدش السر لمكتب النيابة. بعد الاجتماع جيهو اتصل بميهو وادعى انه صديق سانجوان وطلب منها تقابله بعد شوية. جيهو شاف ميهو عبر الشارع، وساعة ما كانوا بيعدوا عربية فجأة اندفعت ناحيتهم، وباين ان السواق كان عاوز يأذي ميهو. وقتها جيهو شاف الخطر بسرعة ودفع ميهو لجنب، ووقعوا هما الاتنين. لحسن الحظ ما اتصابوش بالعربية، لكن جيهو أصاب دراعه. في الوقت ده جوانج نوم اللي كان قريب خد جيهو على طول للمستشفى واتصل بسانجوان، وبعد شوية سانجوان وصلت علشان تطمن على جيهو. في الوقت ده ميهو اللي ما اتصابتش زارت جيهو وتشكرته، سألته ليه كان عاوز يقابلها، لكن جيهو أجل التفسير. لما زملاء ورئيس جيهو عرفوا ان جيهو في المستشفى راحوا علشان يزوروه، واتفاجئوا ازاي غرفة جيهو في المستشفى فخمة وكأنها جناح خاص. وبعد شوية الشرطة وصلت علشان تناقش الحادث اللي حصل لجيهو، وكشفوا ان العربية اللي حاولت تخبط جيهو كانت مسروقة. ولما عرفوا كده رئيس جيهو كان واثق ان الحادث كان متعمد. نصح جيهو انه ما يقلقش بشأن الشائعات بخصوص سانجوان. رئيسه وزملائه كانوا واثقين ان سانجوان مش وحشة زي ما الشائعات بتقول، وكانوا مؤمنين انها شخص كويس غيرت جيهو بشكل ايجابي. في الوقت ده ميهو اكتشفت ان رئيس مجموعة ENA كان ورا الحادثة اللي كانت هتتعرض ليها، وفهمت ان جيل واحد من اكثر الناس تأثير في كوريا الجنوبية كان بيحاول يتخلص منها ومن سانجوان. وبعد تفكير طويل
دي هايجين قرر انه ينهي علاقته بسانجوان. اتصل بسانجوان وقال لها انه هيعلن انفصالهم بالاعلام. هايجين كمان اعتذر لسانجوان علشان سبب لها مشاكل رغم انها قررت انها تتقاعد من شغلها، لكن سانجوان طمنته ان مش كل ده كانت غلطته. شكرته وطلبت منه ما يضحيش بسعادته علشان حد تاني. وقبل ما ينهوا المكالمة سانجوان ودعته وتمنت ليه الأفضل. وبعد كده هايجين عمل مؤتمر صحفي وأعلن إن علاقته بسانجوان انتهت. شرح إنهم انفصلوا بسبب مشاكل داخلية كتير واهتمام الإعلام الزايد، وطلب من الجمهور يبطلوا يضايقوا سانجوان بما في ذلك حياتها الشخصية. وبعد قضاء ليلة واحدة في المستشفى جي هو أخيرا اتسمح ليه يروح بيته بناء على طلبه. جي هو ما قدرش يشوف سانجوان نايمة على الأرض في المستشفى فطلب من الدكتور علاج خارجي. جي هو ما راحش لبيته لكن راح لبيت سانجوان علشان يتعافى هناك. سانجوان كانت عايزة تهتم بجي هو وتعمل له أنواع مختلفة من الأكل والوجبات الخفيفة علشان يتعافى، وللأسف ميهو استقبلت جي هو ببرود. استجوبت جي هو عن شغله وتعصبت على سانجوان علشان كانت عاوزة تسيب مجموعة ENA. ميهو رفضت تاكل معاه وفضلت صاحية طول الليل علشان تتأكد ان جي هو وسانجوان ما بيناموش في نفس الأوضة. وفي أوضته جي هو افتكر اللي قاله الراجل الموثوق من مجموعة ENA عن ميهو. وحسب القصة ميهو كانت متدمرة لما سانجوان أفسدت خطة الزواج المرتب مع المجموعة. ميهو كانت حاسة بالذنب علشان جابت سانجوان لعالم قاسي، وده اللي خلى ناس كتير يعتقدوا ان ميهو هي الأم البيولوجية لسانجوان. لما جيهو كان على وشك انه ينام سانجوان فجأة دخلت اوضته وناموا مع بعض، وميهو كانت برا لكنها مش واخدة بالها. من ناحية تانية سونجين جه البيت بيتظاهر انه بيزور هايجين، وكان بيمثل انه قلقان على هايجين بعد الانفصال عن سانجوان، لكن نيته الحقيقية كانت انه عاوز يقول انه عاوز يتجوز سانجوان. في الوقت ده هايجين كان غاضب وفضل يهدد سونجين علشان ما يقربش من سانجوان، لكنه مهتمش بالتهديدات علشان كان وراه دعم من رئيس مجموعة ENA. وبعديها جي هو عزم ميهو على كلام خاص وسألها لو كانت فعلا الأم البيولوجية لسانجوان، رغم انها نفت لكن جي هو لاحظ حاجات في تعابيرها بتبين العكس. وهناك جي هو كمان قال لميهو ان سانجوان في الحقيقة بتهتم بيها، وطلب منها باحترام انها ترجع لعلاقتها الطبيعية مع سانجوان. رغم التحذير القوي من هايجين سونجين كان مصمم يقابل سانجوان وكان عاوز يعمل معاها عقد علشان ينقذ ميهو اللي كانت مهددة من مجموعة ENA. سونجين ذكر شغل سانجوان اللي اعتبره وسخ وقال ان مفيش مشكلة انه يقبل عرضه علشان الوقت كان بيمر بسرعة، وطلب من سانجوان انها تاخد قرار وتتصل بيه قريب. وبعد تفكير دقيق هايجين خد قرار كبير في مؤتمر صحفي، اعتذر عن الشائعات اللي كانت محيطة بيه وكشف انه واحد من اولاد صاحب مجموعة جانج جين. هايجين كان مخبي هويته الحقيقية علشان ما يجرحش حد باختياراته، لكنه بعد مواجهة تحديات كتير أدرك إن قراره كان غلط. علشان يعوض عن ده قرر يسيب صناعة الترفيه ويرجع لهويته الحقيقية كيون جي، وكان بيأمل إن معجبينه يتقبلوا قراره وشكر كل اللي دعموه. في الوقت ده سانجوان زارت ميتم عمرها ما نسيت أصولها وكانت دايما بتتبرع بفلوس للميتم من غير ما حد يعرف. ومن ناحية تانية والد هايجين كان غاضب جدا علشان عارف إن سون جين عاوز يتجوز سانجوان واللي هي بنت رئيس مجموعة ENA. الأب بيضرب هايجين وبيقوله ما يخربش خططه، وبنشوف هايجين بدأ يستخدم اسمه الحقيقي يون جين وبدأ يشتغل في شركة عيلته. في يوم من الأيام عقد اجتماع مع كل عماله السابقين بما فيهم جيون، وحسب الخطة هايجين كان هيلاقي وظائف أحسن للمساعدين بتاعه يونغ جوان وجوانج نوم في شركة تانية. في الوقت ده جيون كانت هتكمل شغلها كمحامية شخصية لهايجين، رغم ان يونغ جوان ما كانش عايز يسيب هايجين لكنه وافق انه يتبع الخطة. وبعد الاجتماع والد هايجين قدمه كمدير تنفيذي جديد للمسؤولين في الشركة. خلال التقديم سون جين كان باين عليه انه مزعوج جدا علشان كان خايف من المنافسة. في الوقت ده جيهو قابل ميهو تاني. خلال مقابلتهم اتكشف انه من 33 سنة ميهو كان عندها علاقة مع صاحب مجموعة ENA جل وخلفوا بنت اسمها سانجوان. للأسف علاقتهم فشلت علشان جل اتجوز واحدة من عيلة غنية تانية. ميهو كانت متضايقة جدا واختارت انها تختفي الفترة وسابت سانجوان في ميتم. وبعدين ميهو خدت سانجوان تاني من خلال تبني غير قانوني، لكنها لسه ما قدرتش توحد الشركتين فتم طردها هي وسانجوان وبقوا أعداء.
وأثناء تربية سانجوان ميهو صرفت حوالي 10 مليار وون، لكن الفلوس ما قدرتش تعوض الألم اللي سانجوان عانته من تغيير هويتها. رغم ده سانجوان ما بتكرهش ميهو ولسه بتهتم بيها، وفي الوقت ده جيهو كان عاوزهم يتصالحوا ويسامحوا بعض، ومع ذلك ميهو كانت لسه عنيدة ومش عايزة تعترف ان سانجوان بنتها. ميهو كانت حاسة انها ما تستحقش تكون ام، ومش عاوزة سانجوان تزعل اكتر لما تعرف الحقيقة. مع مرور الوقت هايجين اتعود على شغله الجديد كمدير تنفيذي. مقارنة بسانجين، هايجين كان اكتر كفاءة وموثوق في قيادة الشركة. وبعد كده بوقت قصير امه جت علشان تقوله ان باباه بينظم اجتماع مع بنت مجموعة سانج هان. كانت بتأمل ان هايجين يقابل البنت دي علشان خاطرها، وبشكل غير متوقع هايجين وافق، وده خلى امه سعيدة جدا. لكن لما قابل البنت طلعت من اكبر معجبين هايجين من ايام ما كان ممثل، حتى انها كانت محتفظة بمجموعة من الحاجات عن هايجين، وده خلاه يحس بعدم الارتياح، وفي الاخر اختار انه يمشي من الاجتماع. في المساء سانجوان راحت المطعم اللي كانت هي وجيهو مخططين يتعشوا فيه، لكن بعد انتظار طويل الشخص اللي جه كان ميهو كجزء من خطة جيهو. ميهو جت علشان تعتذر بتواضع عن اللي عملته. اعترفت انها دايما كانت حاسة بالذنب بس ما كانتش عارفة تعتذر ازاي. نصيحة جيهو خلت ميهو تاخد الشجاعة اخيرا انها تقول اسفة، وفي الاخر اتصالحوا وسامحوا بعض. ومن ناحية تانية جيهو كان بيشرب مع جيون، وزي ميهو جيهو كان عاوز يعتذر ويرجع الفلوس اللي خدها من جيون. اعترف انه لسه ما استخدمش الفلوس لكنه شرب كتير وسكر، فسانجوان كان لازم تلحقه. وفهو في حالة نصف واعي جيهو ذكر انه قابل جيون، وده خلى سانجوان تغير. وبعديها سانجوان قالت انها قابلت هايجين في بيته قبل ما تقابل جيهو، لكن جيهو بدل من انه يغير فضل يهزر مع سانجوان علشان غيرتها. وبعد فترة ميهو شهدت بتعمل مكالمة تليفونية جدية، وفي نهاية المكالمة ميهو طلبت من الشخص انه يهتم بسانجوان لو حصل لها حاجة وحشة. في الوقت ده هايجين استلم طرد فيه صورة لسانجين مع جاسوس، ما كانش واضح ايه علاقتهم لكن باين انها مرتبطة بسانجوان. جيهو بدأ يقلق لان سانجوان ما ردتش على دعوته للعب الجولف مع مديره. فكر ان سانجوان فعلا زعلانة ومش عايزة ترد، مع انها كانت مخططة تيجي بس كانت متأخرة وراحت عليها اللعبة. جيهو وسانجوان بعديها راحوا البيت، وجيهو شرح انه ما كانش قصده يخليها تغير، وقابل جيون بس علشان يرجع فلوس الطلاق. لما سمعت كده سانجوان في البداية كانت زعلانة، لكن بعدين بقت هادية وطلبت من جيهو انهم يكونوا صادقين مع بعضهم، وعدته كمان انها ترافقه للعب الجولف علشان ما يتريقش عليه المدير. وزي ما جيهو طلب سانجوان قعدت في بيته الليلة دي لأول مرة. لما سانجوان رجعت البيت ميهو كانت قلقانة ان سانجوان مستهدفة من ناس في مجموعة ENA واللي ممكن يضروها، ولحسن الحظ قلق ميهو اختفى لما سانجوان اخيرا رجعت البيت. وهي متضايقة ميهو سألت سانجوان شوية اسئلة وقالت لها ما تقفلش تليفونها وهي خارجة. تاني يوم سانجين راح يقابل جيل، وجاه يخرب مزاج جيل بالكلام عن مشروع جيمي اللي كان مرتبط بسانجوان. وهناك سانجين كشف انه كان عارف اصول سانجوان والسر الكبير عن المشروع. هدد جيل وطلب منه 20% من اسهم مجموعة ENA علشان يحافظ على السر ده. وفي الوقت ده جيل اللي كان حاسس بالتهديد انكر انه مشارك في المشروع، لكن سانجين ما كانش مقتنع علشان كان عنده ادلة كتيرة، واعطى جيل وقت قبل ما يكشف السر للكل. في الوقت ده هايجين عرف ان سانجين كان بيتجسس على سانجوان، وعمه قال له ان سانجين وظف حد يراقب بيت سانجوان بالسر. بالمعلومات دي هايجين راح بيتها في المساء، شاف 2 رجالة كبار بيحاولوا يقتحموا البيت. هايجين اتبعهم بحذر وحصلت خناقة واللصوص هربوا. وبعديها ميهو جت البيت وكانت مصدومة من اللي شافته. وبعد ما الامور هديت سانجوان سألت ميهو لو كانت امها البيولوجية. هايجين كان محتاج يعرف علشان سانجين كان بيدور على الحقيقة عن بنت مجموعة ENA، لكن ميهو ما كانتش عايزة تكون صريحة وطلبت منه انه يحافظ على السر عن سانجوان. وبعد كده سانجوان رجعت من موعد وكانت مصدومة لما شافت بيتها في حالة فوضى. فكرت ان حد بيكره ميهو هو اللي عمل كده، وطلبت منها تبطل تتصل بالناس دي. لكن ميهو رفضت اقتراح سانجوان وقالت لها ما تقلقش لانها غلطتها وهي اللي هتتعامل مع الموضوع. في اجتماع عائلي سانجين اقنع والده انهم قريب هيملكوا 20% من اسهم مجموعة ENA. سانجين خد الاسهم بتهديد جيل عن مشروع جيمي. وبعد ما الوالد بيمشي هايجين اتكلم مع اخوه سانجين عن الجاسوس في بيت سانجوان وحذره يهدي وقال له انه هيواجهه لو ما هداش. سانجين غضب معتقد ان هايجين مش فاهم حاجة. وفي الوقت ده جيهو كان بيفحص فلاش درايف فيه ادلة على جرائم جيل. الفلاشة دي
جت من واحد من معارف جيل اللي كان عاوز جيهو يساعد في حل المشكلة. جيهو بعد كده طلب مساعدة جيون تاني، كان عاوز ميهو تتجنب المشاكل القانونية لما القضية تنكشف، لكن جيون اعتقدت انه هيبقى صعب تدافع عن ميهو علشان كانت متورطة. جيون شرحت ان ميهو ممكن تهرب من التهم لو جيهو غير محتويات الفلاش درايف، لكن جيهو هيضطر يستقيل علشان هيبقى كده بيكذب. لمفاجأة جيون، جيهو كان مستعد يعمل كده لو ضروري، ما كانش مهتم لو اضطر يسيب شغله طالما سانجوان تكون سعيدة. وتاني يوم ميهو استعدت تسيب بيت سانجوان وسابت دفتر حسابات على الترابيزة، ومن دفتر الحسابات سانجوان اكتشفت ان ميهو ما استخدمتش اي من الفلوس اللي سانجوان اديتها لها، وسانجوان قالت لميهو انها كانت عارفة الحقيقة عنها في الماضي وهي عايشة مع جيل. جوان سمعت محادثة بين ميهو وجيل عن مشروع جيمي، وبناء على اللي سمعته ميهو كانت فعلا امها البيولوجية. ميهو خلت الامر يبان وكأن سانجوان متبنات علشان تقدر تعيش حياة افضل مع عيلة مجموعة ENA، وسانجوان طلبت من امها ما تسيبهاش تاني. سانجوان كانت عايزة يختفي التوتر ما بينهم علشان كانت بتتمنى تنادي ميهو بماما، وبعد ما كل حاجة انكشفت سانجوان حست بالراحة علشان المشاكل كانت بتتحل واحدة واحدة. سانجوان دعت جيهو علشان يتعشوا سوا وطبخت له في نفسها، وفي يوم سانجوان بدت أقل حماس، شالت كل الاستيكرات من هدوم الشغل بتاعة جيهو ورجعت كل حاجة زي ما كانت قبل كده، حتى لو ده ملمحش للانفصال. سانجوان كانت بتخطط لشيء الليلة دي. وتاني يوم سانجوان راحت مكتب هايجين واللي كان تحت حراسة مشددة، كانت أخدت إذن من هايجين لدخول غرفة اجتماعات مسؤولي مجموعة جانج جين، وقدام كتير من المشاركين في الاجتماع سانجوان قدمت نفسها كبنت صاحب مجموعة ENA واللي عاشت في الخارج من وهي طفلة. شرحت إن لما كان عندها 20 سنة رجعت كوريا الشمالية واجتمعت تاني مع عائلة مجموعة جانج جين، وبجانب تقديم نفسها سانجوان كمان كانت عايزة تكشف أعمال سانجين السيئة من خلال تسجيل محادثاتهم من 13 سنة فاتوا. وقتها سانجوان كانت بتحضر عشاء عائلي مع ENA والجانج جين، وعلشان حاسة بعدم الراحة راحت الحمام علشان تهدى شوية، وبشكل غير متوقع سانجين دخل واتهمها انها بتحاول تغويه. سانجين حتى أساء لسانجوان وده سبب لها صدمة. لما هايجين سمع عن سلوك سانجين غضب فورا وضربه، حصلت خناقة وسانجين كشف ان سانجوان كانت بس بنت بالتبني، لكن اتاخد بره بسرعة بواسطة الحراس بناء على طلب والده. في المساء جيهو كان بيطبخ وجبة لسانجوان، لكن لحد متأخر في الليل ما رجعتش البيت وتليفونها ما كانش متاح. جيهو اللي كان شاكك في التغيير الأخير في سلوك سانجوان بدأ يدور في الحاجات اللي سابتها في غرفة الملابس، لقى ان سانجوان كانت رتبت هدوم الشغل بتاعته ورجعت خواتم الفرح. ده كان معناه فعلا ان سانجوان كانت عايزة تنهي علاقتهم. من وقت ما سانجوان قررت انها تبعد عن جيهو رجع يكون شخص هادي ومغلق. في الوقت ده سانجوان حبست نفسها علشان كانت حاسة بالذنب علشان جراحة جيهو. قالت لجوانج نو انها حاسة بالذنب ومكسوفة ومش عايزة تورط جيهو بحياتها تاني. وفي صباح يوم سانجوان لقت باسبور جوانج نو وتذكرة سفر، ولما سألته عنها جوانج نو اعترف انه محتاج يسيب علشان ما كانش حاسس بالثقة يعيش في كوريا. كان خايف ان لو الناس عرفت انه مثلي هيخسر كل حاجة تاني. لما سمعت الكلام ده سانجوان طلبت من جوانج نوم ما يخافش ويكون نفسه. بالنسبة ليها جوانج نوم كان أروع شخص علشان قدر يعيش من غير ما يمثل إنه حد تاني، وعلشان هي مهتمة بصديقها شجعته إنه يرجع يتواصل مع عيلته وادته شوية فلوس علشان يتعشى معاهم. من ناحية تانية ميهو قابلت جيهو لمناقشة سانجوان، كانت مؤمنة ان سانجوان كانت جادة في قرارها علشان بتحب جيهو بجد، وهناك ميهو طلبت منه انه يقابل سانجوان وعرضت تساعده. وقبل ما تمشي ميهو قالت لجيهو يهتم بسانجوان للأبد. وبعد كده ميهو رجعت لبيت سانجوان واتكلمت معاها عن جيهو، وهناك سانجوان قالت ان جيهو كان اول شخص يحبها لشخصها. مش بس كده، جيهو كمان علمها كتير عن ازاي تحب الاخرين. ولما سمعت بالكلام ده ميهو طلبت من سانجوان انها تقابل جيهو، ما كانتش عايزة سانجوان تعدي اللي هي عدت بيه، وعلشان حاسة بالذنب ميهو اعتذرت لانها صعبت حياة سانجوان. وبناء على نصيحة امها سانجوان اخيرا قابلت جيهو واللي كان لسه راجع من الشغل. سانجوان اعتذرت لانها كانت بتتجنبه وقالت انها كانت مكسوفة وخايفة تواجهه، لكن جيهو طمنها ان ده عادي وانه مستعد يديها وقت لو كانت محتاجة تبقى لوحدها. جيهو قال لها انه حتى لما كانت بعيدة كان بيجي
يجهز لها أكل. مكانش بيشتغل ساعات إضافية أيام الاثنين والأربع والجمعة على أمل إنها تيجي، حتى اتعلم يسكر علشان يشرب معاها لما ترجع. جيهو عمل كل ده علشان بيحب سانجوان بجد. تاني يوم سانجوان وجيهو اتقابلوا تاني وخرجوا في موعد واتكلموا عن الجواز. جيهو كان عايز يتجوزوا بسرعة وبدأ يخطط لكل حاجة زي البياعين، القاعات، الفساتين والميك اب. لكن بينما كانوا بيخططوا للفرح واجهوا شوية مشاكل زي القاعة تكون محجوزة بالكامل والخلافات حول الدعوات وفساتين الفرح. جيهو اللي كان في البداية عايز يتجوز على طول أدرك إنه تخطيط الفرح كان أصعب مما كان يتوقع، حتى فكر إنه ما يتجوزش ويعيشوا مع بعض. بس سانجوان لما سمعت قلق جيهو وافقت إنهم ما يعملوش فرح كبير. قرروا يعملوا حفلة صغيرة مع الأصدقاء المقربين والعيلة بس. تاني يوم سانجوان كانت بتتكلم مع أم هايجين، وخلال محادثتهم ذكرت ازاي هايجين كان بيحاول يخفي حزنه علشان يسعد أمه. سانجوان اللي كانت حاسة بنفس الشعور طلبت من أم هايجين ما تضغطش عليه كتير، علشان هايجين كان بيعاني كتير حتى لو كان مخبي ده علشان سعادة عيلته. وعلشان حسوا ان كلام سانجوان صح، أهل هايجين قرروا يزوروه في بيته. لكن قبل ما تعبر أمه عن قلقها، والد هايجين عمل مشكلة. طلب من هايجين إنه يسافر لأمريكا ويدرس إدارة أعمال لمدة 5 سنين. لما سمع هايجين ده وافق على طلب والده، وده خلى أمه تشعر بالإحباط والغضب. كانت حاسة إن جوزها عمره ما احترمها ودايما بيفرض رأيه، حتى طلبت الطلاق لو هايجين قرر يسافر. في نفس الوقت جوانج دوم واجه مشاكل لما كان صريح مع عيلته عن كونه مثلي وعايز يسافر برا. اخواته الكبار ما تقبلوش اعترافه، ولحسن الحظ يونج وان جه وادعى انه مدير جوانج نوم. يونج وان قال انه عاوز يجند جوانج نوم كايدل في نفس الوكالة اللي فيها هايجين، وهو عمل كده علشان يخلي جوانج نوم يبقى في كوريا ويحقق حلمه انه يبقى مغني. في مكان تاني جيل زار ميهو علشان يعترف بكل غلطاته، علشان كده جيل خطط انه يتقاعد قريبا ويسيب جزء من ثروته لميهو. وفي المساء سانجوان وجيهو اتعشوا في مطعم رومانسي جدا. الليلة دي جيهو كان عاوز يتقدم لسانجوان رسميا، لكن قبل ما يقدر يعمل كده سانجوان فاجأته بتقديم عرض الزواج الأول بطريقة مميزة جدا. وهناك جيهو أخيرا تقدم لسانجوان لما رجعوا البيت من العشاء، وحتى لو كان بسيط كان صادق، وسانجوان كانت سعيدة جدا. وتاني يوم سانجوان راحت موقع التصوير علشان تقابل هايجين. كانت حاسة بالراحة علشان صديقها المفضل قدر يكون نفسه تاني، وهايجين كمان كان حاسس بالراحة علشان عيلته كانت دلوقتي داعمة جدا لمسيرته. وأخيرا اليوم المنتظر وصل، ومع تحضيرات بسيطة جيهو وسانجوان دعوا أصدقائهم المقربين وعائلتهم لحضور يومهم السعيد. جيهو شكر الكل على دعمهم، والحفل انتهى بصورة جماعية. وفي كده مسلسلنا بينتهي. أتمنى يكون عجبكم، وأتمنى تشتركوا بالقناة وتدوني رأيكم في التعليقات وتدوسوا لايك. بحبكم قوي. باي باي.